بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم طريقة ديالي في تحضير الحلوى ديال البوق أو ديال اللامبوط، المهم كل واحد كيفاش كيسميها. فهنا أنا كنحضر الطبسيل ديالي ديال الطوس، هذا الطبسيل قديم بزاف ويعني مازال محافظة عليه. ودائما الحلوى ديال العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى دائما كيعجبني نعدلها في الطبسيل ديال الطوس. يعني هيدا كتقليد. مهم نرجعوا للحلوى ديالنا. الحلوى ديال اللامبوط هي من اشهى والد الحلويات اللي كتكون مطلوبه بزاف، سواء في الاعياد او حتى في في الايام العاديه. دائما يعني كيكون لها اقبال بزاف. فاليوم ان شاء الله غادي نشاركها معكم بالطريقه ديالها وبجميع الاسرار ديالها. ان شاء الله غادي تتبعوا الفيديو وغادي تنجح معكم، لانها كتجي هشيشه وكتجي بنينه وكيجي المنظر ديالها راقي ومزيون. فخليكم معايا وتبعوا الفيديو من الاول للاخر، وكنتمنى منكم تخليوا لي لايك، واللي عنده شي سؤال تخلي لي تعليق. ومرحبا بالناس الجدادين معايا، وخلاص الناس العائله ديالي القديمه معايا اللي خطيكم عليا. فتبعوا الفيديو باش ننجح معكم، لان هاد الحلويات البلديه فهي من السهل الممتنع، يعني بسيطه ولكن عندها هيدا قواعد خصنا نتبعوها. هنايا انا غادي نخدم بنص كيلو د الزبده غنستعمل المارغرين، يعني زبده ديال العبار مارغرين. غنستعمل نص كيلو، يعني 500 غرام، تكون بالحراره ديال المطبخ. هنايا كنضيف واحد الرشه ديال الفاني، واحد القبصه ديال الملح. الفاني كيف ما كتشوفوا تقريبا معلقه صغيره مملوءه. وغنضيف هنايا كاس ديال السكر الخشن، غنضيف كاس ونص تقريبا. فهاد الحلاوه كتجي ممتازه، يعني كتجي بالنسبه لنص كيلو د الزبده كاس عنبه ونص، كيجي الحلاوه معتدله ومزيانه. سيرتو اننا غنلصقوها بالمربى وغنزيدوا لها الشوكولاط من الاطراف ديالها، فما كاينلاش ديروا جوج ديال الكيسان. الناس اللي كتعجبها الحلاوه تقدروا تعملوا جوج ديال الكيسان، يعني لا حرج، ولكن انا كنفضلها هيدا، يعني باش تجي واحد الحلاوه اللي هي معتدله. غنخدموا الزبده مزيان 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 مع السكر تيذوب لنا، يعني مابقاوش نحسوا بداك السكر باقي خاشن، يعني يذوب اولا يعني ما يبقاش باين. هنايا تقدروا تخدموا بالخلاط الكهربائي، تقدروا تخدموا بالفوي، كما تقدروا تخدموا هيدا بالحراره ديال اليد فقط. ناخذوا وقتنا حتى يندمج مزيان، حتى تندمج مزيان السكر والزبده. عاد غنضيفوا المكونات المتبقيه. كما كتشوفوا انا ما سرعتش الفيديو، ويعني باش ناكد دائما على ان الزبده خصها تخدم مزيان مع السكر. من بعد غنضيف الزيت. انا ضفت كاس ديال الشاي صغير، غنضيف كاس ونص. نتوما غتعملوا كاس ديال العنبه مملوء بزيت المائده. يعني المقادير عندنا هنايا نص كيلو ديال الزبده، فيها كاس ونص ديال السكر الخشن، الفاني، قبصه ديال الملح، وكاس عنبه مملوء على الاخر ديال الزيت. ونمزجوا مزيان هاد المكونات هادو. حين يندمج لنا الزيت مزيان مع الزبده والسكر، غنبداو نضيفوا البيض ديالنا. البيض اللي غيكون في درجه الحراره ديال، وخلاص دابا يعني الحراره يعني الجو سخون، فالبيض كتخرجوه مع 10 ديال الدقائق كياخذوا الحراره ديال المكان. هنايا انا غنضيف بالنسبه لنص كيلو ديال الزبده، يعني هذا هو العبار المضبوط كيف ما عطيته. نص كيلو ديال الزبده كياخذ لنا 4 ديال البيضات، 4 ديال البيضات حجم متوسط. وغنخدم كما تبغيو تزيدوا بيضه ببيضه وانتم كتخدموا، تزيدوا 4 البيضات مره واحده. انا كنفضل نخدم شويه بشويه، يعني نضيف بيضه بيضه اولا بيضتان مورا بيضتان، هيدا شويه بشويه. كما كتشوفوا حتى كيمتاز الخليط هيدا، عفوا كيرجع كريمي. يعني هيدا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. كنتمنى تتبعوا الفيديو مزيان، ويعني ركزوا على هاد النقاط هذه اللي كنقول. من بعد انا ضفت واحد الكاس ديال العنبه ديال مايزينا اولا ديال النشا. على فكره هاد النشا هادي انا هاد الحلوى جربتها بالنشا وجربتها بالكوكو، يعني خديت واحد المره الكوكو، يعني ماشي يعني مره كنعدلها هيدا بالنشا مره بالكوكو. انا خليتها في الاصل ديالها هيدا بالنشا اللي خدمت معكم دابا، ولكن تقدروا تعوضوا النشا بالنواه كوكو. يعني الكوكو تجيبوه وطحنوه شويه ما يبقاش يخشين، فكتجي رائعه حقيقه، وكتجي واحد لوغو فيها وهشيشه بزاف. من بعد كيف ما كتشوفوا ضفت واحد معلقه صغيره ديال القهوه.
ديال النسكافيه، ذوبتها في قطيرات ديال الماء وضفتها هكذا. انا حبيت نعمل هذه الحلوه هذه بالنكهه ديال القهوه. اذا ما بغيتوش تعملوا نسكافيه كتعملوا ديال يعني لاغوم ديال القهوه ولا لاغوم كابوتشينو، يعني اللي حبيتو اللي موجود. فانا عملت هنا نسكافيه كيف ما كتشوفوا، وغادي نبدا مباشره نضيف في الدقيق، وانا كنلم هايدا وكنجمع. اذا كان الدقيق الخاص بالحلوى يكون احسن، ما كانش فتقدروا تستعملوا اي دقيق يكون يعني مزيان، واخا يكون ديال جميع الاستعمالات ولكن يكون رطب ومزيان. غنبدا نضيف الدقيق كيف ما كتشوفوا شويه بشويه، وانا كنغربلو هيدا. من بعد كنضيف واحد الخماره كيف ما كتشوفوا، انا غنضيف جوج ديال الخمارات. حتى كنتحصل كما كتشوفوا على هاد الخليط هيدا. انا ضفت جوج الخمارات على فكره، يعني 7 غرام 7 غرام، يعني 14 ديال الغرام. كنحصلوا على هذا الخليط كيف ما كتشوفوا هيدا بهذه الطريقه، يكون خفيف شويه. الحلوه ديالنا هذا هو السر ديالها، يعني كتكون خفيفه. فواحد الجزء غنغطيه بالبلاستيك وندخلو للثلاجه باش ما يغلبش عليا، والجزء واحد الجزء غنبدا نخدم فيه. بالنسبه للامبوط اولا هاد يعني هادي باش كنعدلوا هاد الحلوه هادي، ما عرفتش شنو يعني اللامبوط. فكاين الرقيق وكاين الغليظ. هيدا انا كل مره باش كنخدم، يعني تقدروا تخدموا باي واحد. بغيتوها رقيقه فكتعملوا هذاك الستيتو، بغيتوها عاديه العاديه المعروفه فكنعملوا هذا الشكل هذا. راه اللامبوط معروف، يعني عند اي واحد كيبيع مستلزمات ديال الحلويات غتلقاوه عنده. راه معروف اللامبوط ومتوفر وثمن ديالو رخيص بزاف. صافي كنخدموا بهذا الشكل هذا. كنجيبوا الطاوه، يا اما دهنوها بالزيت، يا اما ما محتاجاش يعني لا زيت، يعني الحلوه ديالنا فيها الزبده ما محتاجاش، يا اما تعملوا ورق الطبخ كيف كنعمل انا هيدا. والفران ديالكم يكون على 180 درجه. انا صراحه الحلوه دي طيبتها في الفران ديال الغاز، فربع ساعه قبل سخنت الفران على واحد الحراره اللي هي متوسطه، وغنطيب الحلوه ديالي على نار متوسطه كيف ما سبق وذكرت. متوسطه يعني مايله لضعيفه، يعني ما تكونش متوسطه ماشيه لمجهده، يعني متوسطه ماشي شميعه كيف ما كنقولوا وماشي مجهده بزاف. صافي كنعمل الحلوه ديالي كيف ما كتشوفوا هذا، وكنبقى حتى كنعمر الصينيه ديالي كامله وكندخلها الفران. حضيو مع الفران، هي ما كتاخذش الوقت بزاف كيف ما قلت لكم. النار تكون مهيله باش تاخذ الوقت ديالها في الطياب وتجينا مقرمشه ويجينا داك اللون الذهبي اللي كيجي زوين. صافي من بعد ما بردات كيف ما كتشوفوا، فانا ما بغيتش نطول الفيديو. لصقتها بالمربى. تقدروا تعملوا المربى ديال المشماش تزيدوا معها شويه ديال الجليكوز، تقدروا تعملوا المربى ديال الفريز، يعني اي نوع ديال المربى فهي معروفه. اولا يعني من الاول كنعملوا لها المربى ديال المشماش، فانا مشيت على هاد يعني على الطريقه ديالها الاولى. من بعد كندوبوا الشوكولات، كنضيفوا لواحد شويه ديال الزيت باش يعطينا واحد اللمعه. ومن بعد هذه هي الطريقه، يعني انا ديجا راه خدمت وجمعت الحلوى، فبغيت نوري لكم الطريقه كيفاش كنلصق انا بالشوكولات. فانا كنلصق واحد الجهه كنحط الحلوى، يعني هيدا شي حبه هيدا، ومن بعد عاد كنرجع نديرهم من جهه اخرى باش كتجيني الحلوى متوله وما كتجيش يعني متشخطنه. يعني انا كتعجبني الحلوه هيدا تجي متوله، يعني وتجي الشوكولات من هاد الجنب وهذا الجنب يجي معاوط ويجي قد بعضه باش كتجي مزيونه هيدا. وانتم لكم الاختيار، تقدروا تعملوا الشوكولات من جوج ديال الجنيبات في مره واحده كما تقدروا تعملوا هذه الطريقه هذه. فهي كتجي الحلوه كيف ما شفتوا متوله ومزيونه. فكنتمنى ان شاء الله تجربوها، لانها كتستحق التجربه. كتجي بنينه وكتجي مزيونه وهشيشه، وفيها واحد النكهه ديال القهوه مع الشوكولات. كتجي خطيره هذه الحلوه هذه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. ما بقى لي نقول لكم فرجه ممتعه، وما تنسونيش من لايك ديالكم التشجيعات ديالكم. ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو قادم قريبا ان شاء الله.